حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم كيك هش قوي 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 ومغذي جدا، ومن غير حليب ومن غير بيض ومن غير زبده. هنعمل مع بعض كيك اسفنجي بطعم البرتقال، هش جدا. الكيكه مظبوطه من الاخر، يعني ولا هتزودي حاجه ولا هتنقصي حاجه. مكوناتها مظبوطه جدا بشهاده كل اللي دعها. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف وصفتنا النهارده. بس ما تنسوش لايك اسفل الفيديو، كومنت اعرف رايك، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. اول حاجه في مكوناتنا للكيك الاسفنج ده محتاجين كوبايه وربع من السكر، وسكر حبيبات عادي جدا، كوبايه وربع. بعد كده رشة فانيليا عشان نقوي الطعم. طبعا هي بالبرتقال مش محتاجة فانيليا، بس الفانيليا بتظهر الطعم وبتخلي ريحة الكيك حلو جدا. بعد كده معلقة كبيرة من قشر البرتقال، القشرة الخارجية الأورنج. بعد كده نص كوباية من المية المغلية. ضروري جدا ان المية هنا تكون مغلية علشان ندوب فيها السكر. هبدأ بقى كده بالمضرب اليدوي. الكيكة دي عملتها كلها بالمضرب اليدوي او الاسباتيولا، مش محتاجين مضرب كهربائي خالص. هقلب كده المكونات كويس جدا لحد ما تلاقوا السكر داب مع المية. بعد كده كوباية ونص من عصير برتقان الفريش، كوباية ونص عصير برتقان فريش. طبعا البرتقان ده الموسم بتاعه ومتوفر في كل حتة وسهل جدا تلاقيه، فكيك مكوناته كلها متوفرة. بعد كده معلقة كبيرة من الخل علشان تدي هشاشة كده للكيك. هقلب المكونات دي كويس جدا. بعد كده نص كوباية من الزيت، ويستحسن زيت عباد شمس فاتح ونقي، نص كوباية زيت. حط الزيت واقلب المكونات تاني كويس جدا علشان تمتزج حلو قوي. طبعا لو لسه مكمله معايا لغايه دلوقتي وما عملتيش لايك انا هزعل جدا. يا ريت تعملوا لي لايك وفولو ومتابعه على البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهامز كيتشن. كمان متنسوش سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ريهام صبحي. حطيت 3 كوبايات من الدقيق، اللي هو دقيق جميع الاغراض العادي، 3 كوبايات. عليهم كيس كامل من كيك شيف او البيكنج باودر، اي حاجه عندك. ذره ملح صغيره، ومعلقتين كبار من النشا اللي هي كورن فلاور. هكتب لكم كل المكونات في الديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو. يبقى 3 كوبايات دقيق، كيس بيكنج باودر كامل، ذره ملح صغيره، معلقتين كبار من الكورن فلاور اللي هي نشا الذره. هندخل المكونات البودره دي، ادخليها مره مرتين 3 مرات زي ما انت عايزه. طبعا اعذروني ان انا صوتي الفتره دي زوري محتقن جدا وملتهب جدا فبتكلم بالعافيه. دلوقتي بعد ما دخلت المكونات البودرة هنزل عليها بكل السوائل اللي عندي وبس، واخفق المكونات دي كلها بالمضرب اليدوي. في الوقت ده بشغل فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180 يسخن، وابدأ اخفق كويس جدا المكونات السايلة مع الجافة. لو لقيتي الكيك قوام بتاعه خفيف زوديه معلقة او معلقتين من الدقيق، بس معلقة او معلقتين. انا زودت معلقة كبيرة من اللي عارفين التانك اللي هي البودر بتاعت بطعم البرتقال، حطيت معلقة. لو مش متوفرة عندك ما تحطيش، لو موجودة حطي معلقة كبيرة، بتعزز الطعم وبتدي لون الكيك لون اورنج. بس انا زودت معلقة دقيق واحدة. وقلبت تاني لقيت القوام مظبوط. طبعا عارفين كلنا قوام الكيك اللي هو القوام اللي قدامكم ده، قلبيه بالسباتيولا علشان تعرفي القوام. قوام اتقل من قوام عجينة الكريب. قلبته كده، شايفين القوام معانا تحفة جدا. جبت بقى الصينية دهنتها دهنة زيت، عفرتها بالدقيق، وطبعا فضيت الدقيق الزيادة نفضته. وببدأ احط خليط الكيك. الخليط اللي انا عاملاه ده يعمل صينية كبيرة مقاس 24 او 26. لو انت هتعملي في صينية صغيرة اعملي صينيتين صغيرين. انا عندي القالب ده حجمه متوسط فاستخدمته. طبعا بنملى نصه عشان لسه الكيك هيرفع. وباقي الخليط حطيته في صينية تانية صغيرة او صينية كبيرة مقاس 26. خلاص هندخل بقى الكيك معانا الفرن على درجة حرارة 180
بيقعد من ساعة إلا ربع لساعة. انت بعد ساعة إلا ربع اختبريه بطرف السكينة، لقيتيها خرجت نظيفة يبقى كده تمام. خلي بالكوا لما بلاقيها خلاص تمام استوت بطفي فرن البوتاجاز، وما تخرجيش الكيك من الفرن غير لما يهدى ويبرد جوه الفرن. دي نقطة مهمة جدا علشان الكيك ما يهبطش تاني. كده الكيكة تمام. عايزة اقول لكم ريحتها قلبة الشقة، ريحتها تحفة، ريحة البرتقال قوية ومفحفحة جامدة جدا. دلوقتي بقى بنسلك كده الجوانب، طبعا بستنى عليها تبرد شوية. خلي بالكوا الكيك النباتي لازم تسيبيه يبرد قبل ما تقطعيه او تقدميه. دلوقتي هقلبه علشان اقدمها معاكم. هي خلاص الكيكه بقت دافيه خلاص. بصوا خلي بالكم طريه وهشه قوي. هبدا بقى دلوقتي اعمل لها تركه كده حلوه عشان يبقى شكلها حلو. هجيب كده مربى مشمش، مربى برتقان، اي مربى عندك طعمها يمشي على طعم كيكه البرتقان. وببدا بالفرشه كده ادهن الوش بتاعها. ليه بقى؟ علشان تديها لمعه، تديها تسكيره حلوه، تديها كمان شكل وديكوريشن حلو. دهنت الوش كده بمربى المشمش او اي مربى عندك. بعد كده حطيت شويه سبرينكلز كده على الوش علشان برضو تديها لون وشكل حلو قوي، وتديها شكل مفرح كده ومبهج. طبعا الكيكه دي تقدميها لضيوفك وانت كده ايه متنكه عليهم، طعمها جامد جدا وحلو جدا، مستحيل تبوظ منك، مكوناتها مظبوطه بالشعره. قطعيها بقى وقدميها. طبعا الكيك لسه دافي، نصيحتي استني لما يبرد علشان تقدميه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. الوصفة سهلة، مكوناتها عندك متوفرة في البيت. يا رب تجربوا الوصفة وابعتولي رأيكم على الوصفة أسفل الفيديو في الكومنتات. ما تنسوش كمان لايك ومتابعة البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهام's كيتشن. كمان ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا الجرس تختاروه على الكل على قناة اليوتيوب ريهام صبحي ريهام's كيتشن. اشوفكم على خير. ولو عايزين اي وصفات اكتبولي في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تتابعوا القناة والبيج عليها وصفات كتير جدا صيامي وفطاري. يا رب تعجبكم بإذن الله. ميرسي جدا على المتابعة. باي باي.